تعالوا نتكلم عن آخر الأخبار اللي تخص منتخبنا العراقي، بالأخص اللاعب بيتر غورغيس وكذلك اللاعب إبراهيم بايش، والأنباء اللي تتحدث عن غيابه عن قائمة المنتخب العراقي. السلام عليكم، وياكم أخوكم كرار، رجعنا لكم بحلقة جديدة. بالبداية وكالعادة لا تنسى الاشتراك بالقناة وسوينا لايك، والانستغرام ضروري تضيفوني ننشر لكم آخر الحدث اللي يخص منتخبنا العراقي. الآن يلا تعالوا نبلش بالحلقة. بالبداية وبشكل رسمي اللاعب بيتر غورغيس مع قائمة المنتخب الوطني، ويستحقها باستحقاقه والمستويات اللي يقدمها في الدوري العراقي ومع نادي اللي يقدم به. والله العظيم من أكثر اللاعبين اللي يستحق التواجد مع المنتخب العراقي هو بيتر غورغيس، وما ننسى بعض اللاعبين محمد قاسم، قوقية وغيرهم كذلك يستحقون التواجد ويا المنتخب الوطني. ولكن هذا اللاعب يعني عنصر مهم وعنصر مميز في قائمة منتخبنا الوطني. بالبداية هذا الخبر بشكل رسمي. هسه تعالوا نتكلم عن خبر اللاعب إبراهيم بايش. والآن إبراهيم بايش الكل يعرف حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع يتحدث عن اللاعب إبراهيم بايش، والبعض يتكلمون ويصرحون والله أن اللاعب ما يرد على الكابتن مهدي كريم، والبعض لأسباب عديدة. بالبداية عزيز المشاهد، إلى الآن لا يوجد أي خبر رسمي بخصوص اللاعب إبراهيم بايش انه غاب عن المنتخب الوطني او من هالكلام، وحتى اللاعب بيتر غورغيس من استدعوه لقائمة المنتخب الوطني بدل من اي لاعب ما نعرف الحد الان، ممكن بدل من اللاعب إبراهيم بايش، ويكون هذا الخبر صدمة لجميع جماهيرنا العراقية. لكن ان شاء الله نشوف الخبر الرسمي وننزل لكم اياه اول الناس. بالبداية دائما لازم نكون داعمين للمنتخب الوطني. الكل يعرف حاليا العراق بأفضل فترة له، يعني بالأخص في تاريخ الكرة الرياضية مع وجود الكابتن عدنان درجال. الكرة صارت أفضل والكرة اتطورت للأفضل، وإن شاء الله القادم أفضل مع هؤلاء الأبطال، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. قبل لا نختم الحلقة كالعادة الانستغرام مالتي ضروري تضيفوني، وأنوه مرة ثانية عزيزي المشاهد قناة الرسمية اللي ظاهرة أمامكم واللي كذلك اليوزر مالتها باليوتيوب كرار وليد. وبس، ويلا شكرا على المشاهدة ونلتقي بالحلقة القادمة.